النادي الأهلي في الصدارة بعد خسارة بيراميدز والإذلال من نادي البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين في مباراة كانت ولا أحلى ولا أروع صراحة. ماتش كنت تحس وأنت بتتفرج عليه إن هو ماتش بأداء ونكهة أوروبية. لكن الصراحة يا جماعة أنا عايز بس أنوه على حاجة كمان، صراحة يعني اللي أحرز الأهداف بتاعة البنك الأهلي كلها النهاردة أو ساهم فيها فهي لعيبة الزمالك أو إكس الزمالك السابقين، سواء محمد ابراهيم جون على الطاير ولا احلى، الجون التاني احرزه برضو اسامه فيصل ولا احلى، الجون التالت مدبولي ولا اروع، الاسيست بتاع سيد نيمار في الهدف الرابع. فانا استغربت دي لعيبه نادي الزمالك، وفي نفس الوقت لما تيجي تتفرج النهارده على نادي الزمالك وهو بيتعادل يعني الاداء وحش جدا، وتحس ان نادي الزمالك فاضي حتى ما فيش دكه ما فيش لعيبه. فالله يكون في عون بصراحه جمهور نادي الزمالك، ولكن مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي تصدر الدوري الممتاز من لاول مره. وشكرا نادي البنك الاهلي، شكرا برضو تخاذل لاعبي بيراميدز في المباريات الاخيره اللي فاتت في الدوري. وجماعه على فكره بيراميدز دايما ما عندهمش سياسه النفس الطويل، وده اللي بيفرق ان الانديه الكبيره عن الانديه الغير كبيره او انديه التي بتدعي الطموح يعني. شكرا.